دايمًا مقدّمي الخدمات والكورسات وحتى بائعي المنتجات الرقمية بيلاقوا صعوبة جدًا في بيع المنتجات والخدمات تبعهم للعملاء، ولكن النهارده أنا عامل لك فيديو احترافي هيغيّر مجرى حياة الbusiness تبعك لو ركّزت فيه بشكل كبير. السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا بيك. في الفيديو هنتكلم عن إزاي تقلل تكاليف الإعلانات عليك، وإزاي تزوّد مبيعاتك أو حجوزاتك أو مبيعات الكورس والخدمة بتاعتك، وإزاي تقلل تكاليف الإعلانات اللي كل يوم أسعارها بتزيد، وكل يوم المنافسة في مجالك أيًا كان هو إيه المنافسة بتزيد، وكل يوم الأعباء بتزيد عليك، وبالتالي المبيعات بتقل. فلو أنت ما عملتش للمستقبل وما عملتش رحلة مدروسة مبيعية احترافية للعميل، فالعميل هيسيبك ويمشي، وبالتالي الbusiness بتاعك مش هيقف على أرض صلبة. وبالتالي اللي هييجي منّك هيتصرف على التسويق والإعلانات، وبالتالي ما فيش أرباح. طيب الحل إيه؟ الحل سهل وبسيط إن شاء الله جدًا، جدًا، ما تستغلاش إلا الحل، يعني لازم تستثمر في الbusiness بتاعك، واللي أنت هتصرفه على اللي هاقوله لك دلوقتي أو على الرحلة المدروسة أو النظام المبيعي، هتكسب منه 10 10 أضعاف و15 ضعف، ويمكن مع الوقت تكسب أكتر كمان. فبالتالي لازم تستثمر وتبقى واعي في الbusiness بتاعك وما تستخسرش فيه، وتعتمد أو تعتقد إن الشغل أو الbusiness عبارة عن إعلانات علشان يجيب لك عملاء، لكن الكلام ده خطأ تمامًا. الbusiness والتسويق عبارة عن رحلة بيعية مدروسة من خلال نظام مبيع احترافي مثبت مسبقًا. العميل بيخش على الرحلة دي أو بيخش على النظام ده، فعاجلًا أو آجلًا العميل بيشتري. طبعًا مش كل العملاء هتشتري، ولكن نسبة المبيعات بتزيد بشكل كبير، وأرباحك بالتالي بتزيد بقى بشكل كبير. مش عايز أطوّل عليك وأقول لك إن أنت لو جِبت عملاء من على السوشيال ميديا أو من خلال إعلانات مدفوعة على جوجل أو فيسبوك أو تيك توك أو أي منصة إعلانية، أو حتى عندك قناة يوتيوب بتنزّل فيها محتوى بتنفع عميلك أو بتقول فيها معلومات مفيدة لعملائك بشكل مستمر، فبالتالي العميل ما بيجيش على صفحة فيسبوك، العميل لازم ييجي لك. يعني معظم مقدّمي الخدمات باشوفهم أنا بيروحوا العميل ييجي لهم في الرسايل بيسألهم على تفاصيل الخدمة، وبيقولوا له على التفاصيل والأسعار وكده، وبعد كده بيسيبهم يمشي ويروح للمنافس، وهكذا. وبيدخلوا في دايرة مقفولة وما بنخلصش منها. ولكن الصح إن العميل لمّا بييجي لك سواء سوشيال ميديا، إعلانات، قناة يوتيوب، أيًا كان إيه، بيخش على فورم يعبّيه. تعالَ إحنا بنقول للعميل تعالَ ندّي لك شيء مجاني مفيد في رحلتك أو في هدفك يوصّلك لهدفك اللي أنت عايز توصل له، من خلال الخدمة تبعنا. ما بنقولوش تعالَ اشتري شيء، ولكن بنقول له تعالَ خُد فيديو مجاني أو كُتيب PDF. الفيديو المجاني أو الكُتيب الPDF ده فيه إفادة كبيرة جدًا، وفيه قيمة مضافة للعميل بياخدها العميل بشكل مجاني تمامًا، علشان يشعر العميل ويوصل له شعور إن أنت فعلًا عايز تفيده، ومش هدفك إن أنت فلوسه أو إن أنت تبيع له وخلاص. إحنا هدفنا إن إحنا نوصّل شعور للعميل إن إحنا عايزين نفيده في المقام الأول. أوكي إن إحنا هنبيع له ده شيء مشروع ما اختلفناش، ولكن ده business، فلازم تفيد وتستفيد. لازم تفيد العميل الأول علشان العميل يكون ولاؤه ليك ويشتري منك ما يروحش للمنافس. فإحنا هنعمل إيه؟ هنقول له تعالَ خُد شيء مجاني مفيد ليك يفيدك، أيًا كان هو إيه. وخلّينا في مثالنا النهارده في الفيديو ده ناخد مثال على حد بيبيع كورس للتخسيس على سبيل المثال. إزاي توصل للجسم المثالي أو إزاي توصل للوزن المثالي بخطوات بسيطة وبدون مجهود. تعالَ خُد فيديو مجاني يا عميلي. فالعميل بيخش على الصفحة دي بيسيب لنا اسمه وإيميله ورقم تليفونه، لو عايز تاريخ ميلاده، لو عايز أي شيء. أنت بتفلتر هنا العملاء وبتخلّيهم يسيبوا لك البيانات اللي أنت عايزها. وأنصحك أنت يعني إيه برضه ما تزوّدش، لإن أنت كل ما العميل هتزوّد منه ممكن يمشي حتى لو هو عميل مهتم. فإحنا بنطلب مثلًا الاسم والإيميل ورقم التليفون. والعميل اللي بيفضل من وقته مثلًا دقيقة أو دقيقتين بيسيب لك اسمه وإيميله في صفحة زي دي، ده عميل فعليًا مهتم وعميل جودته عالية، فعليًا مهتم حتى لو كان شيء مجاني. وبعدين الخطوة التانية العميل بيخش على الصفحة دي بيشوف الفيديو اللي أنت سِبته له أو لينك الكتاب اللي أنت سايبه له. وأنصحك إن هو يكون فيديو. ليه؟ لأن إحنا في عصر السرعة. العميل ما عندوش وقت أو أي حد ما عندوش وقت إن هو للقراءة، يضيّع مثلًا نُص ساعة في قراءة كتاب مثلًا 10، 15 صفحة. فأنت تسيب له فيديو أحسن يتفرّج على الفيديو وتكون أنت اللي بتتكلّم في الفيديو بصوتك أو حد من فريق العمل تبعك. ويُفضّل إن أنت طبعًا لإن هو هيتعلّق بيك أنت كعلامة تجارية شخصية أو حتى مثلًا مُقدِّم خدمة مثلًا. فيُفضّل إن أنت تطلع في الفيديو وتقول للعميل قيمة مضافة كبيرة جدًا فعليًا. أنت مش هتقول له الهاو، مش هتقول له إزاي يوصل للجسم المثالي، ولكن هتقول له الواو. يعني إيه الواو؟ يعني إيه الخطوات المطلوبة منه إن هو يعملها، إزاي يعملها، هيوصل لك هنا في الصفحة البيانية دي وهاقول لك إزاي. ولكن العميل لازم يوصل له شعور إن أنت فعليًا خَد قيمة منّك
من خلال الصفحة دي. طيب في الصفحة دي أنت بتسيب له زر بعد ما يخلّص الفيديو اللي مدته ربع ساعة أو نُص ساعة أو ساعة إلا ربع، يُفضّل يكون أكتر من نُص ساعة، علشان فعلًا العميل يشعر بالقيمة اللي أنت أعطيتها له، وفعلًا بعد كده يحطّك في دماغه ويبعد المنافسين من دماغه ويفكّر فيك أنت ويشتري منّك أنت على المدى القريب والمدى البعيد. وهو ده اللي بتعمله الشركات الكبيرة، البراندات الكبيرة اللي أنت بتسمع عنها اللي بتحقق ملايين بمنتهى السهولة، بيعملوا كده، ما بيعملش محتوى وخلاص، لازم في رحلة مدروسة لعملائك، لأن وعي العميل زاد مع الوقت، وعي العميل زاد، وبالتالي عملية البيع بتبقى أصعب وأعقد. فلو أنت ما عملتش الكلام ده، وهو ده اللي إحنا فيه، ده لغة العصر اللي إحنا فيه اللي أنا باقول لك عليها، كل الرحلة اللي أنت شايفها دي لغة العصر، وده اللي بتنتجها الشركات الكبيرة اللي بتحقق ملايين الدولارات وأرباح كبيرة، والbusiness بتاعهم بيبقى يعني بيستمر وبينمو مع الوقت. طيب بعد ما يشوف العميل الفيديو ده بيخش على الصفحة البيعية، الصفحة اللي فيها إقناعية، لازم تعمل صفحة بيعية للخدمة تبعك، صفحة فيها عناصر إقناعية، فيها فيديو مبيعي، الفيديو ده بيحكي عن الخدمة بتاعتك وبيحكي عن العرض بتاعك، وبيقول للعميل أنت هتاخد إيه، وبيقول للعميل مشاكله هي إيه، وبيعرض عليه الحل من خلال الخدمة تبعك اللي هيحل له مشكلته واللي هيوصّله لهدفه اللي هو عاوزه. فبالتالي الصفحة البيعية دي هدفها إقناع العميل بالشراء، بعد ما فدناه إحنا هنا بالشيء المجاني، وبعد ما أرسلنا له أول إيميل برضه هيبقى في إفادة وهاقول لك إزاي تعمل الكلام ده. طيب هل العميل يا علاء لو دخل على كل المنظومة ديّة وما اشتراش، لحد الصفحة دي وصل للصفحة دي وما اشتراش، إحنا بنسيبه؟ طبعًا ما بنسيبهوش، إحنا عاملين له automation في الback end في المنطقة الخلفية، بعد ما العميل ساب لنا بياناته اسمه، إيميله، ورقم تليفونه، بيخش بقى في المرحلة الback end اللي هي الاحترافية المدروسة اللي ما حدش بيشوفها، اللي أنت بتثبتها لمرة واحدة وبتشتغل على آلاف العملاء، وهنا الفلوس، هنا الأرباح. ركّز في اللحظة دي علشان هتفرق في الbusiness بتاعك. العميل بعد ما بيسيب لنا إيميله دخل على الصفحة دي وشافها أوكي، حتى لو كان عنده ظروف مثلًا أو عنده شغل وما كانش فاضي إن هو يشوفها، بنبعت له أول إيميل فيه لينك الصفحة ديّة، وتعالَ خُد الهدية المجانية اللي إحنا وعدناك بيها، حتى لو شافها برضه ممكن يراجع عليها برضه، محتاج يراجع عليها. فبنسيب له إحنا link الصفحة دي في أول إيميل هنا، إحنا ممتنين إن أنت وثقت فينا واديت لنا بياناتك، وإن أنت وثقت فينا وبقيت جزء من مجتمعنا، وبنسيب له link الصفحة دي بيخش عليها، ما فيش أي مشكلة بيراجع عليها. طيب تاني إيميل أنصحك إن أنت برضه تبعت معلومة توعوية أو معلومة ثقافية في نفس المجال، معلومة برضه توصّله لهدفه في تاني إيميل، وتبدأ تسويق من تالت إيميل ورابع إيميل وخامس إيميل وهكذا. الإيميلات دي هدفها تسويق وبيع بحت، أنت ما خلاص أنت قدّمت مع العميل علشان خاطر نبيع له، يعني بدءًا من هنا أو بدءًا من الإيميل التالت أنت من حقك إن أنت تعرض ال المنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك زي ما قُلنا، في ساعتها العميل هيكون ممتن ونسبة الشراء هتزيد. طَب يا علاء في ناس ما بتفتحش الإيميلات، الكلمة دي بنسمعها كتير خلّيني أقول لك إن وعي العميل زاد عن الأول، يعني كل الناس بتفتح الإيميلات، أنا باشتري منتجات كتيرة من خلال فتح الإيميل، عايز أقول لك إن أمازون لمّا اشترت منصة سوق، اشترتها علشان الdatabase تبع منصة سوق، دفعوا فيها ملايين الدولارات، دفعوا فيها أكتر من 500.000.000$، هل دفعوها في إيه يعني؟ دفعوها في الdatabase تبعهم، الdatabase اللي هم العملاء اللي اشتروا قبل كده من السوق، علشان يبدأوا يروجوا ليهم منتجات تانية بدون تسويق كتير وبدون مصاريف تسويقية إضافية، فهُم دفعوا المبلغ ده في الdatabase. هل يعني شركة زي أمازون ما قالتش لنفسها إن العملاء ما بيفتحوش الإيميلات؟ يعني هل إحنا كده فكرنا صح إن إحنا بنقول العملاء ما بتفتحش إيميلات؟ لأ، الكلام ده خطأ تمامًا، وأتمنى أنت تراجع نفسك في اللحظة دي. العملاء بتفتح في الوطن العربي بيفتحوا الإيميلات، وناس كتيرة بتفتح الإيميلات وما تقولش لنفسك كده، يعني راجع نفسك في اللحظة دي، لإن كل الناس بتفتح الإيميلات. ولو في حد ما بيفتحش ده عميل جودته مش اللي هي، فسيبك منه خالص. وهاقول لك دلوقتي برضه إن أنت لازم تعمل automation واتساب عن طريق الواتساب، إحنا قُلنا هنا ناخد الاسم والإيميل ورقم التليفون اللي هو الواتساب، ما قُلناش الاسم والإيميل بس. فأنت الautomation اللي أنت هتعمله على الإيميل هو هتعمله برضه على الواتساب، وهاورّي لك دلوقتي بالخطوات. هو هتعمله على الواتساب، فما تقنعنيش برضه إن ما حدش هيفتح على الواتساب، كل الناس بتفتح الإيميل وكل الناس بتفتح الواتساب. الواتساب أكتر من الإيميل طبعًا في الوطن العربي، وممكن تعمل برضه SMS، تعمل إرسال رسائل بريد على الSMS، بس ده هيكون كتير وممكن العملاء تتخنق منك، فبلاش، خلّينا على الواتساب وخلّينا على الإيميل بس. ساعتها أنت مبيعاتك هتضرب في السما، أنت معاك رقم العميل ومعاك اسمه ومعاك إيميله، فأنت الdatabase بتاعتك ديّة دهب، يعني خلّيني أقول لك إن الأشياء ديّة أغلى من أسعار المحروقات وأغلى من أسعار الطاقة، الdatabase تبع العملاء دي، يعني فعليًا كنز لا يُقدّر بثمن، لمّا تكون أنت معاك الdatabase أنت ممكن توصل لمرحلة أنت ما تعملش إعلانات.
تمامًا خالص، لمّا يبقى عندك 100,000 عميل، 100,000 بريد إلكتروني أو 100,000 رقم واتساب، فعليًا أنت مش محتاج إنك تعمل إعلانات تصرف دولار واحد على الإعلانات، أنت وصلت لمرحلة إن الbusiness بتاعك يعني خلاص business لا يُقدّر بثمن. هتكسب منّه ملايين الدولارات، يعني بدون مبالغة يعني، أنا مش عايز أطوّل عليكم، مش عايز أطلع برّه موضوع الفيديو، فخلّينا إن إحنا الautomation ده بيحصل في الback end بعد أنت بتثبّته وبتعمله مرّة واحدة بيروح للعملاء. الصفحات دي بتبقى شكلها إزاي على أرض الواقع؟ أول صفحة تبقى زي كده، ده business أنا كنت عامله لأطباء الأسنان وما زال شغّال عندي ولله الحمد. العميل بعد ما بييجي لنا بالإعلان بيخش على الصفحة زي دي، تعرّف كيف تسوّق لعيادتك، فبيخش العميل يعني أنا سايب لي فيديو هاورّي لك الفيديو إزاي. وادي الفورم اللي بيلعب بيه العميل، الاسم والإيميل، أنا ما كنتش عايز التليفون في الfunnel ده بصراحة يعني. بعد ما يسيب لنا اسمه وإيميل بيدخل على الصفحة دي اللي هو الفيديو المجاني، أدي الفيديو المجاني يعني، الموضوع سهل وبسيط. وبعد ما بيشوف الفيديو المجاني بيسيب له هنا زرار، يا إما زر التواصل أو زر إن هو يشوف الصفحة المبيعية. طبعًا يُفضّل إن أنت تشوف تدخّله على الصفحة المبيعية الرئيسية الsales page تبعك اللي هي الصفحة بتاعة الخدمة بتاعك، اللي هي الصفحة دي. وبرضه يُفضّل زي ما قُلنا في بداية الفيديو لازم يكون فيها فيديو مبيعي احترافي علشان يعرّف العميل العرض بتاعك، يورّيه شوية معلومات عن الخدمة والcourse بتاعك أو الخدمة بتاعتك، يعرف العميل هياخد إيه ويشتري إيه. الفيديو ده نسبة شراء للصفحات اللي فيها الفيديو ده بتزيد لمعدل 80% وأكتر كمان للصفحات والمنتجات أو الخدمات اللي في صفحتها فيها فيديو مبيعي. ولكن اللي ما فيهاش بتبقى أقل، لإن الكلام كلام، كلام ده مش مقنع زي الفيديو، وأنت اللي تظهر بالفيديو بتاعك في الفيديو للصفحة، وأنت اللي تتكلم بنفسك علشان يعني ما حدش من فريق العمل تبعك وما تخلّيش حد يُفضّل، هو ممكن ولكن يُفضّل إن أنت تظهر، زي ما أنا ظاهر هنا كده إيه، بوشي وباتكلم فيه. وبعد كده أنت شوية العناصر دي بتكتبها أنت في الصفحة بتاعتك، عناصر إقناعية، الoffer اللي هيحصل عليه العميل، وبتقول له هتحصل على إيه والسعر وكلام من ده، وفي زرار تواصل أو في زرار شراء بشكل مباشر في العميل. ده ال3 صفحات اللي إحنا شُفناهم دول اللي هم دول 1، 2، 3 دول اللي هم هيكونوا في الظاهر. لكن الback end في ال في الback end في المنطقة الخلفية العميل اللي مش هيشوفها اللي أنت هتعملها وتثبّتها وتشتغل مع نفسها برضه لوحدها، ده اللي هو الautomation. الautomation نعمله إزاي؟ لمّا يكون معاك حساب على منصة go high level بيبقى عندك أنت automation بتضغط على كلمة automation بتعمل create new automation أو new workflow مثلًا على سبيل المثال. بتضغط هنا create workflow فهنا بيسألك start from scratch يعني هنبدأ من البداية والّا هتخلّي الAI build using AI هتخلّي الAI يبني لك مثلًا، والّا أنت عايز من القديم اللي عندك اللي هو ده أنا مكريته قبل كده مثلًا أنت ممكن تختار منه يعني، لكن أنا أفضّل إن إحنا نبدأ من البداية start from scratch وبتضغط عليه. طب هنا بيسألك برضه إن أنت تعمل BI أو كلام من ده، لأ إحنا الautomation بتاعنا هنخلّيه يدوي، إحنا هنعمله وبتسمي الاسم هنا برضه الاسم بتاعك بتسمي الwork flow بتاعك باسم معيّن، سميه باسم معيّن علشان تعرف الautomation ده تبع إيه بالضبط وهيعمل إيه. فهنا بيسألك هنا added new trigger يعني إيه الaction اللي أنت عايزه من العميل علشان إحنا الأداة ترُد عليه، وهيكون الكلام ده كله بأوتوماتيكي زي ما قُلنا. بتعمل added new trigger حلو الكلام. فهنا أول شيء بيقول لك يعني العميل ممكن يعمل إيه، الtrigger ده اللي هو الaction اللي هياخده العميل في الأداء أو في الfunnel تبعك. هنا form submitted عبّى form، الform اللي هو ده. حلو الكلام، هنا إحنا بنقول له عبّى فورم ممكن أو service booking حجز خدمة أو customer booking appointment يعني عميل حجز في الكالندر ميعاد معاك أو مع الفريق تبعك أو ما إلى ذلك، لو حد مثلًا بيدّي حجوزات استشارات أونلاين أو order submitted طلب order من صفحة مثلًا لو أنت عندك متجر أو ما إلى ذلك، يعني فينا حاجات كتير ممكن العميل يعملها في الfunnel بتاعتك، فإحنا في حالتنا دي هنقول form submitted عبّى الform بتاعنا. طيب هو هنا form submitted فأنت علشان تعمل filter في عندك كذا funnel مثلًا في الحساب بتاعك أو في كذا forum وإحنا مسميين زي ما قُلنا إحنا الforum هيتسمى طبعًا في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هاقول لك إزاي تسمي الforum بتاعك وإزاي تعمل forum من الأساس، ولكن في حالتنا دي هاقول لك إزاي تعمل automation علشان أنهي filter تعمل أنهي forum العميل يختاره، فإحنا هنا هنعمل select forum is أنا مسميه new one الforum بتاعنا أنا مسميه أهو new one. فأنت هتقول للأداة العميل اللي هيسجّل في الforum ده new one اللي اسمه new one لازم هنا بيقول لك اختار الاسم، هنقول مثلًا على سبيل تمام بنعمل save كده اتسيّف معانا، حلو الكلام، فبعد كده بيقول لك برضه إحنا الaction اللي هناخده إيه، الaction طبعًا تاني إن أنت تحط عليه tag تحط على العميل edit contact tag العميل اللي هيسجّل في الforum ده نحط عليه tag نعلّمه، يعني إيه نعلّمه يعني نحط عليه اسم الناس اللي سجّلت في المجاني، هتسميه كده الناس اللي سجّلت في المجاني، ده أنا قبل كده برضه ممكن يكون الأسماء دي أنت عاملها، بس إحنا هنختار من هنا عادي أنت ممكن تكتب اسم جديد،
فالناس اللي سجّلت في المجاني وبتعمل save action. طيب نعمل إيه تاني بعد كده؟ إحنا حاطين عليه tag وسمينا الtag الناس اللي سجّلت في المجاني، بنروح واخدين كده الaction تبعنا بقى الأداة هترُد عليه، إحنا قُلنا ده اللي هو الform submitted أهو باسمه علاء، وبعد كده حاطين عليه tag وبعد كده الaction هيبدأ الautomation هنا بتاعك يشتغل. مثلًا هتقول إيه مثلًا added contact ممكن واتساب تبعت له رسالة واتساب، الأداة تبعت له أو send email أهو send email أو send SMS أو messenger أو واتساب الواتساب automation كل الautomation عندك متاح، عايز تبعت له SMS، عايز تبعت له واتساب، عايز تبعت له على messenger لو كنت رابط الصفحة بتاعتك صفحة الفيسبوك بتاعتك بالأداة هنا. فبالتالي أنت هتثبّت الautomation ده وبتعمل له save من هنا، وبالتالي الautomation بيشتغل لحظيًا بمجرد العميل ما بيعبي بياناته زي ما قُلنا الإيميل الautomation بيشتغل عليه في الback end زي ما قُلنا، فالموضوع سهل وبسيط ما تصعّبهوش على نفسك، هو ده زي ما قُلنا لغة العصر، هو ده اللي بيحقق أرباح وبيوقّف الbusiness بتاعك على أرض صلبة. أتمنى الفيديو كان مفيد ليك، وأتمنى أنت تشترك في القناة علشان تدعمنا، ونفضل ننزّل فيديوهات إن شاء الله مفيدة. شكرًا على المشاهدة، وإن شاء الله نشوفك في الفيديوهات الجاية، السلام عليكم.